وصفتنا النهاردة للناس اللي نفسها تاكل فول وعندها القولون تعبها. هنعمل النهاردة مع بعض فول من غير قشر في نص ساعة وبس. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هجيب حل عندي هحط فيها نص لتر من المية السخنة وهضيف عليها كوباية ونص من الفول المدشوش. نقعته 12 ساعة وبغير ميته كل شوية. بعد كده هحط عليه ربع كوباية من العدس بجبة، برضو نقعته هو كمان حوالي 12 ساعة. بعد كده بشطفهم وبصفيهم وهنضيف عليهم حبايتين من الطماطم المبشورة من غير قش، كمان هنضيف لهم معلقتين كبار جزر مبشور، كمان هضيف عليهم نص كوباية من العدس الأصفر، أنا بغسله بس ما بنقعهوش. هنحط عليهم معلقة كبيرة من البابريكا ونص معلقة صغيرة من الكركم ومعلقة كبيرة من عصير الليمون، وهقلبهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وهنسيبه يستوي على نار متوسطة. وكده خلاص الفول استوى معايا كويس، شايفين بمسك الفول وبدوس عليه بالشكل ده بلاقيه استوى، بسيبه يبرد وبضربه في الخلاط علشان ينعم، او لو عندكم هاند بلندر اضربوه عادي وهو سخن كده ما فيش مشكلة. كده خلاص الفول خلص، هحط له ملح ونقلبه. بعد كده هنحط له رشة كويسة كده من الكمون وعصير الليمون، وهنضيف له كمان طحينة وبصل احمر هيديله طعم جميل جدا، وشوية من الطماطم المكعبات وزيت الزيتون ورشة من البقدونس. طبعا لو مش حابين او مش موجود عندكم متوفر زيت الزيتون ممكن كمان تعملوه بسمن بلدي هيديله طعم جميل جدا. يلا جربوه وقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات.